ها انتم الاخوان بعد ما دخلنا للملعب، يعني داخل الملعب كما كتشوفوا هنايا. يعني تقريبا الملعب قريب يعني من الاكتمال، يعني تقريبا 80 حتى ل 90% من الاشغال تم الانجاز ديالها. والان كيقوموا بتركيب الكراسي كما كتشوفوا. ها انتم الخوت. وبالنسبه لارضيه الملعب كما كتشوفوا، يعني ارضيه جميله جدا، ارضيه ممتازه ورائعه. دابا نطلعوا الفوق نوريكم من الاعلى ان شاء الله. بقاو معنا. بعد ما طلعنا الفوق الاخوان ديال الملعب، انتما كتشوفوا ملعب ديال التنس. بغينا نستغلوا هذه الفرصه هذه ونصوركم الملعب ديال التنس من هذا الجانب هذا. يعني جميل جدا، تحفه معماريه. انتم الخوت نطلعوكم القمه ان شاء الله، نطلعوكم حتى لراس الجبل. انتم الخوت يلا. هذيك المنصه الشرفيه هناك ومنصه ديال الصحافه. هذاك هو المدرج المغطى الوحيد اللي كاين هنايا في ملعب طنجة. هذا الملعب كتوصل السعه ديالو ل 65,000 متفرج بعد الاكتمال ديالو من البناء، بعد ما كان 45,000 في المرحله الاولى. دابا وصل 65,000. يا سلام، انا نوريكم كاع المدينه من الاعلى. مدينه طنجة ترحب بالجميع. هادو اللي كيبانوا هنايا هادو ملاعب ديال التداريب هنايا وبعشب طبيعي. وهذا الملعب هذا هنايا ملعب يعني ملحق لهذا الملعب الكبير، وحتى هو كيتم اللعب فيه بعض المقابلات. فاش كيكون الملعب الرئيسي ديال مدينة طنجة، هذا الملعب هذا يعني فيه اشغال او شيء ما، يتم اللعب في هذا الملعب. ملعب الصراحة بمواصفات عالمية، يعني ملعب كبير، يعني ينقصه فقط السقف. يعني كون كان يتسقف كله هكا كامل داير بالسقف، غادي يكون تحفة كبيرة وتحفة جميلة جدا في المغرب. كما قلت، المشكل الكبير اللي كيوقعوا فيه المسؤولين المغاربة المسؤولين على بناء الملاعب هو هذا المشكل ديال المضمار. يعني احنا ما محتاجينش بزاف ديال الملاعب اللي يكون فيهم مضمار في البلاد، كافي ملعب ولا جوج في الدولة كاملة. يعني ماشي دائما في ما يتبنى ملعب جديد ضروري من المضمار. هذا شيء يعني كيضيع حتى الفرجة في الملعب. ما كرهناش يكونوا بحال الملاعب الانجليزيه، دائما الجمهور كتجبروا قدام اللاعب، كيبان لك اللاعب امامك، حتى الفرجه كتكون فرجه جميله. ولكن على العموم يبقى صرح معماري جميل جدا في مدينه طنجة، وان شاء الله نتمنى يكون التطور في جميع الجوانب وفي جميع المجالات والنواحي، ماشي في الملاعب وفي الرياضه فقط. شوفوا تبارك الله، يعني كمية العمال اللي كاين هنايا ما شاء الله، الله يعطيهم الصحة. يعني كل شيء خدام. هنا يتم إصلاح بعض البقع يعني السوداء في الملعب حتى يكون جاهز ويكون في أحسن حلة إن شاء الله. الإخوان الفيديو ديالنا يكون وصل للنهاية ديالو إن شاء الله، وشكرا جزيلا على كل من شجعنا باللايكات وكل من اشترك في القناة. شكرا جزيلا لكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.